اول ما جيت المانيا موبايلي قرر يمسي عليا ويجيب شاشه، بس انا طبعا ما سكتلوش فجبت له انا كمان شاشه. وفي الفيديو ده هنركب الشاشه الجديده للموبايل القديم. اول حاجه هنعملها هنفتح علبه شاشه الموبايل ونشوف فيها ايه من جوه. هنلاقي معانا كل الادوات اللي احنا محتاجينها واحنا بنغير الشاشه، وهنلاقي الشاشه ذات نفسها. خلينا نفتح الشاشه. ده كده شكل الشاشه من جوه، ودي كده الادوات اللي جايه معاها. خلينا بقى نحط الحاجات دي على جنب ونفك الموبايل. على ما اعتقد هو المفك ده. كده فكينا مسامير الموبايل، وجه دلوقتي وقت الخطوه الصعبه ان احنا نفك الشاشه عن الموبايل. كده الشاشة تعتبر اتفكت، بس محتاجين نتعامل بحذر لأن طبعا في فلاتات متركبة جوه مش عايزين نقطعها. هنعمل بالراحة كده. دلوقتي بنفك مسامير الشيلد اللي تحته الفلاتة بتاعة الشاشة. عشان نفك الفلاتات هنستخدم حاجة بلاستيك مش معدن. وكده فكينا فلاتة السماعة، يبقى كده الشاشة القديمة اتفكت خلاص. بس هنحتاج نشيل بقى السماعة من على الشاشة القديمة ونحطها على الشاشة الجديدة بالمنظر ده. هنشيل اللزقة دي الأول ونبدأ نركب كل حاجة من الشاشة القديمة للشاشة الجديدة. اعتقد هو بس ده اللي بيتنقل. نجيب بقى الموبايل ونرجع نركب كل حاجه من اول وجديد. محتاجين دلوقتي نجيب الووتر بروف الجديد هنلزقه على الشاشه قبل ما نبدا نقفل. بوظت اول واحد، بوظت تاني ووتر بروف. الحمد لله الحمد لله ده ظبط. ابدا اركب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلاتات دي معكوسه. طب وبعدين حلها ايه دي؟ غالبا كده قدرت اوصل لحل، ويا رب ان انا كنت بركبه العكس ده ما يكونش بوظ مكان السوكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا كانت بتسخن جامد. فلاتات راكبه بس الموبايل مش بينور. انا بقيت 3 او 4 ساعات شغال تقريبا، وللاسف وانا بقفل بعد ما خلصت كل حاجه اكتشفت ان الفلاته بتاعه الشاشه الجديده معكوسه عن الشاشه الاصليه. بمعنى لو بصيت هنا هتلاقي ان في فلاتتين، فلاته عريضه شويه وفلاته رفيعه. الشاشه الجديده زي ما انت شايف الفلاته العريضه على اليمين. لو جيت اوريك الشاشه القديمه الفلاته العريضه على الشمال، فبالتالي الشاشه الجديده مش هتركب على الموبايل القديم. هحاول دلوقتي ارجع الموبايل زي ما كان ويا رب يشتغل، لان انا جربت اشغل الشاشه دي الموبايل قعد يسخن وما عرفتش اللي بيحصل بصراحه. اشتغل. طبعا دي الشاشه القديمه، بس انا كنت خايف ان السخونيه اللي تكون حصلت دي تكون حرقت حاجه في الموبايل. ربنا سترها والموبايل اشتغل ما اتحرقش الحمد لله. كده قفلت الموبايل. الحمد لله الموبايل لسه شغال. كنت اتمنى نصلح الموبايل في الفيديو ده، بس للاسف يعني ده اللي احنا وصلنا له. انا تقريبا بقالي اكتر من 4 او 5 ساعات قاعد القعده دي. بس كده لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وفولو وتقول لنا حابب تشوف ايه في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.